علي بن أبي طالب صلى الله عليك وعلى حفيدك الحسن المجتبى مظلوم آل محمد صلى الله عليك وعلى من قبلته بنحره وضميته إلى صدرك يا رسول الله لفي عليها تنادي يا ولدي يا ولدي يا زهراء حوائجنا عليك الليلة مولاتي نقسم عليك مولاتي بالحسين ومظلومية الحسين شافي وعافي كل مريض يا زهراء لفي عليها تنادي يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسد جئت بالدمع أروي غلة الكبد لكنها انتظرت بالسهم وويلاه وويلاه من مات مثلك بالحجار والنبال أبا عبد الله من مات مثلك بالأحجار والنبال وبالعصي وطعن الرماح والنصال ورضرض صدره العطشان بالخيل فما لرزقك من الأرزاء أشباهه يا ابن البتولة تبكيك عيني إذا أتت زينب صاحت حبيبي وضجت بالأسى تنحب شاء الزمان بصوت الشمر أن أضرب وأنساق إلى الطاغ سبايا وبعد ايش قالت اسمع قالت أنا الأميرة الأسبى إلى القصر أنا العزيزة الأغدى بلا خدري أخت الكفيل وتحدون ذي الشمر أخي بعدك كم مرة جرعناه وويلاه أشار مولانا الإمام الباقر عليه السلام إلى هذه الرواية إلى تلك الرواية مفصلا فيها كيف استشهد جدي الحسين عليه السلام وقال بصوت رفيع لقد قتل بالسيف والسنان وبالأحجار وبالعصايا والسيوف والرماح وويلا وكل هاي وزينب تشاهد وتباوع وتشوف ايش صار بالحسين.
الله يساعد قلب زينب ايش صار بيه. ووين راح اخذك للعباس، وهذا قمر بني هاشم واليوم حوائجنا على العباس. يا أبا الفضل دخيلك يا مولاي ايش قال؟ قالت رديت ليش الوحدك يا حسين، والله رديت ناديت جا عباس خيك وين ناديت، والله وني الفاجد على الأخو ونيت. الله أكبر. قالت يظلم البيت الأخو لو راح خويا يظلم البيت، يظلم البيت الأخو لو راح، يظلم البيت أم البنين وأم العطاء أم الوفاء. باب الحوائج أم البنين، باب الحاجة أم البنين، وكل من يدق باب أم البنين ما يرجع خايب حقيقة أم البنين. فإحنا اليوم حوائجنا وقضايانا كلها مسلمينها لأم البنين، ونقولها يا مولاتي عينك علينا ما عندنا غيركم، ترى انتم باب الحاجة إلنا، انتم الأطباء، انتم اللي ترحمون بحالنا. نسأل الله بحق أم البنين اليوم بمجلسنا هذا كل حوائجنا مقضية، وكل مريض عندنا داخل العراق خارج العراق الله يكتب له الصحة والسلامة بحق أم البنين. وشلون أم البنين فاقدة وليد، شلون وليد ان تفقد ولدها شلون ترتاح، يما يا يما تفقد ولدها شلون ترتاح، اثار الولد للقلب سباح. لما جفوني والشمل راح صار العمر حسرات ونياح. تقول بليلة وضحاها شيب الرايس، بليلة وضحاها شيب الراس، ظهرين حنا بفراق عباس. يما يا يما وفقد الغواني للقلب جان. نوبة حسين كانوا ولي قرة العين، أربع وليد كلهم يامين. متعوب صاحب صوت خويا حي المتعوب، والراس ما صيوب
قلبي ويمشي يا صوب يا صوب وهناك تحيرت وامشي يا صوب وجبدت الذوب احط قلبي على قلبه وجبدت الذوب يقول لي يا حسين خليني مكاني ارد شلون وسكينة تاني قالها يبني العطش ظلت تتاني سهم العين يا اخويا عماني سهم العين يا اخويا عماني اخذك الى مولاتي الى جبل الصبر زينب ام المصائب شلون حالها مولاتي زينب ويلي والشام وحق الدنقت عالراس وحق الدنقت عالراس والشام اثر صوت الشمر بالمتين تقول والشام هدم حين السبي حسين هدم حين السبي حسين والشام جرح قلبه واخذ منه رقيه والله عندك حالة نياحة وياي يا جرح قلبي واخذ مني رقية ظل علينا تقول وحيدة بنسعى ساتشي ظل علينا وراح الجان طولة ظل علينا حسين الخيل جابت ظل علينا امسحك صدره ذكرنا امال زكي امسحك صدره ذكرنا ذكرنا ام الزكية انت ابو غيرة وبابة عرار وكلك شيمة راح اقرا هذا البيت ابو ذيه وراح اجرح قلبك بيه اقول الرجايب هزن وزينب تبعون الرجايب هزن وزينب تبعون يشد عن خاله محملها تقول يشد عن خاله محملها تبعون يا اهل الشام ما عندكم تبيعون جفن حتى لبمي جثة رقية آخ
قوتها يهدون بنصيحا بعد ياهل يهدلي بنصيحا بعد ياهل يهدلي ياهل يهدلي. موفقين لكل خير. رحم الله من ذكر القائل من آل محمد وقام بالصلاة على محمد.